$2 إلى 5، ويبدو أن المفاوضات تسير على ما يرام. كانوا يتوقعون 30,000 أو 40,000 أو 50,000، أما عندما رأوا أن العرض يبلغ 10 أضعاف وهو 400,000، وأنه زاد بعد يومين بمقدار 300,000 ومن ثم إلى 700,000، قالوا إنهم لن يتنازلوا عن 5 ملايين. إذن كانت تلك هي الغلطة التي ارتكبتها الشركة. لقد عرضت مبلغا كبيرا فظنوا أنها مستعدة لتقديم مبلغ كبير. أما في السفينة CEC فيوتشر فقد التزم البحارة بالبقاء في المقصورة. طوال الوقت كان ثمة 15 قرصانا يراقبون الموقف. بعض المراقبين كانوا صبيانا صغارا، أما منفذ عملية الاختطاف فقد كانوا أشخاصا متمرسين. خاطفو السفن رجال متمرسون وخشنون وصلاب، تتراوح أعمارهم بين 25 و40، وهم مخضرمون وذوو عضلات مفتولة ولا يهابون المخاطر. القراصنة على ظهر السفينة هم جزء من قطاع كان قد بدأ نشاطه عام 91، ونظرا للحرب الأهلية أصبح الصومال أحد أفقر المجتمعات في العالم تتحكم فيه جماعة مسلحة. سفن الصيد الأجنبية لم تبق فرصة للصيادين الصوماليين، وقد أدى ذلك إلى عمليات القرصنة، ومنذ إذن تفاقمت عمليات القرصنة إلى حد مذهل. نظرا للدخل الذي حققه القراصنة فقد تمكنوا من شراء سفن كبيرة ومعدات اتصال حديثة وأسلحة، ويذهب الشبان أيضا إلى آيل للحصول على جزء من ذلك الدخل. يرى الشبان الصغار في القراصنة مثلا أعلى لهم، لأن القرصنة تدر مالا. في الأيام التي تلت خطف السفينة CEC فيوتشر رسى القراصنة ب5 سفن أخرى، وفي اليوم 12 استولوا على أكبر سفينة، وهي السفينة سيرس ستار المحملة ب2 برميل من النفط الخام. مرحبا أيها القبطان. كانت الشركة تتلقى اتصالات من نوشكن بواسطة ستيفن، وعلى مدى أيام تحول التفاؤل لدى البحارة إلى إحباط. هل من أخبار؟ لا خبر، لا تغير في الموقف، لا نزال متمسكين بعرضنا. لست أدري ماذا أقول لكم، لأنكم إذا لم ترغبوا في فعل شيء ما فإنهم أيضا لا يرغبون في فعل شيء ما. عليك أن تدرك أيها القبطان أن الفريق الذي يقف ورائي قد فعل ذلك من قبل، وهذا الإجراء ليس جديدا. هذا الإجراء يعد تقريبا إجراء معتادا لدى هؤلاء الناس. في نفس اليوم هيأ المستشار الشركة لما سيفعله القراصنة للضغط عليها كي تزيد قيمة العرض. سنتلقى تهديدات مباشرة من نوع ما، بعضها فظيع فعلا، مثل سنأخذ بعض الأشخاص للشاطئ ونطلق عليهم النار، أو نضعهم على ظهر السفينة ونطلق النار عليهم. الطعام بدأ ينفد. العرض الحالي هو $700,000. لم تكن الاستراتيجية تقضي أبدا بزيادة العرض مرتين معا. مهما يحدث فقد حان الوقت كي يحد القراصنة من مطالبهم. نحن في موقف نتبع فيه الأسلوب المعتاد في الصومال، وهو المنهجية. هذا يحدث بالنسبة لجميع السفن الثلاث التي نحن على ظهرها، وهو ما حدث في مرات سابقة، أي يقدم عرض أولي فيقولون زيدوا زيدوا ثم يتنازلون، وإذا ما زيد العرض فإنهم يعرفون بطبيعة الحال ما الذي سيحدث، وهو أنه لن يحدث شيء. إذن هذا هو الموقف الذي نحن بصدده، وعلينا أن نواجهه بلا شك. لا يريد أي من الطرفين أن يخطو الخطوة التالية. مرت أيام كثيرة.
لم تصل أخبار من القراصنة الذين لا يزالون يرفضون التنازل عن طلب 5 ملايين دولار. نحن الآن في طالين عاصمة إستونيا. هنا يسكن القبطان نوشكين مع أسرته. الانتظار صعب على زوجته إيرينا وابنته جوليا. أسوأ شيء هو العجز عن مساعدتهم. علاقة جوليا بوالدها حميمة جدا. أول ما تفعله عندما تعود هو أنها تسأل عما إذا وصلت أي أخبار. ترفع إيرينا وجوليا معنوياتهما بالاستماع إلى صوت أندريه من مقتطفات تلقتها من شركة الملاحة. ومع ذلك فإن التسجيلات التي تستمع إليها إيرينا وجوليا مرت عليها عدة أيام. إن ما لا تعرفانه هو أن الموقف على ظهر السفينة تغير بصورة مذهلة. القراصنة محتاجون إلى حد بعيد بفعل مضغهم أوراق القات وهم يصرخون ويصيحون ويقتتلون. يريدون أن يخيفوا القبطان وأفراد الطاقم أو يهينوهم. لقد عبثوا بسنادات أسلحتهم وتضاحكوا. العملية أشبه بممارسة لعبة الرولت الروسية القاتلة ضد الرهائن. الشعور بالإحباط من عدم تطور الموقف زاد أيضا في مقر الشركة في كوبنهاغن. هذا جنون. لو كنا نعرف الثمن الصحيح فلماذا لا ندفعه؟ لقد قلنا لهم في وقت من الأوقات تعرفون السعر الدارج، فلماذا لا توافقون عليه وتنتهون من هذه الصفقة؟ لكن العقلية الصومالية وأسلوب معالجة الموقف لا يشبهان عقليتنا وأسلوبنا. ولو كانت المسألة متعلقة بشركتين غربيتين لانتهت الأزمة منذ وقت بعيد. في اليوم الذي تلقوا فيه مكالمة من القبطان نوشكين الذي يتعرض لضغط كما هو واضح. جمع أفراد الطاقم في منصة القيادة في مساحة لا تتجاوز 2 متر مربعين. لا نستطيع الخروج، وهذا يعني أننا محبوسون ومقيدو الحركة. يعتزم القراصنة نقلنا إلى البر قريبا جدا، وقد بدأوا اليوم في إتلاف المنصة تماما، بما في ذلك جميع أجهزة الملاحة وجهاز الاتصال اللاسلكي. هذه هي أول مرة يتشددون خلالها في المفاوضات. توقعنا ذلك، وهذه في العادة مجرد تهديدات يطلقونها. لقد انتهت الفكاهة. أرجوكم دعونا نفعل شيئا ما. دعونا نعطيهم ردا إيجابيا. يتوقع أن يعود برد، لكننا لن نناقش هذه المسألة. نريد أن نتفاوض معهم بخصوص الإفراج عن السفينة. لن تخيفنا هذه التهديدات. تبين أن القراصنة يخادعون الشركة. كما يقول علي، لا توجد نية في نقل أفراد الطاقم إلى البر. لا أدري إن كانت شركة بير أو طرف شجاع آخر هو الذي تصدى لتلك المخادعات. علمنا من أطقم سفن أخرى أن هذا النمط من السلوك مألوف هنا. على المرء أن يثبت لهم أنه يدرك الكيفية التي تدار بها تلك الحيلة. مرت 9 أيام على تلك الخدعة، ثم رفع القراصنة مطلبا آخر، ويبدو أن أحد البحارة مرض مرضا شديدا. يقولون إنها نوبة قلبية، لكن معظم الناس يستطيعون وصف النوبة القلبية: وجع في الجانب الأيسر، وتعرق، وآلام مبرحة. قد تكون تلك خدعة أخرى، سأتحقق منها بطبيعة الحال. هل عرفوا إن كانت تلك خدعة؟
أم حقيقة؟ نيل ماتسن طلب من طبيب روسي أن يتحقق مما إذا كان القراصنة يخادعون المفاوضين أم أن البحار أصيب فعل نوبة قلبية. قالوا إن الوضع الصحي للبحار وضع جيد. من الطبيعي أنه كان سينقل في الظروف العادية إلى المستشفى، لكن ذلك غير ممكن في الوقت الحاضر. وقد قالوا أيضا إن كبير المسؤولين يعاني من مشكلة وإنه يهذي. كان يفعل هكذا ويشد شعره ثم يمشي جيئة وذهابا، وأحيانا تدمع عيناه ويبدو كما لو أنه يبكي. خلافا لما عقدت شركة بيرغليستر عليه الأمل، فلا بد لأفراد الطاقم من أن يقضوا عيد الميلاد رهن الاحتجاز، أمر صعب لعائلة نوشكين في إستونيا. احتفلنا بالكريسماس وبعيد ميلادي، وكان الموقف صعبا جدا. الموقف حزين، لم نستمتع بالعطلة إطلاقا. بالنسبة لكوبنهاجن، أكد البحارة المرضى أهمية استئناف المفاوضات في آخر يوم من السنة. بدا في نهاية المطاف كما لو أن شيئا ما يوشك أن يحدث. إنه يوم عطلة، لكننا طلبنا من المجموعة أن تعقد اجتماعا بالنظر إلى أنه حدثت اتصالات كثيرة مع القراصنة على مدى الأيام الماضية. لقد أقنعناهم هذا الأسبوع بالتراجع من 5 ملايين إلى 3 ملايين وربع مليون. اعتبرنا ذلك فتحا لأنهم كانوا متشبثين بمبلغ 5 ملايين، لذا زدنا عرضنا مليونا. كنا قد وعدنا بزيادة العرض إذا ما تنازلوا عن طلبهم الأصلي، وقد تبين أن المليون كان أقل بكثير مما توقعوا. المشكلة هي أن عليا شعر بأن الشركة كانت مستعدة لدفع $2 بدلا من 1,000,000، وقد نقل ذلك إلى القراصنة. حاول القراصنة عدة مرات أن يتفاوضوا مباشرة مع شركة بيرغليستر. يشعر علي الآن أن ستيفن قد خدعه، لذا يحاول الاتصال بالمدير مباشرة. مصدر المكالمة هو الصومال. أنا متأكد بنسبة 99% أن المتصل هو علي. بعد 2 شهر قلت فلنضرب ضربة. كنت مرتاحا تماما للموقف. أردنا أن ننتهي من ذلك. يقول إنه سيوافق إذا عرف أن المفاوضات ستثمر وأن هؤلاء الناس يريدون الانتهاء من المسألة. قل إنني أضمن ذلك. قال إذن سننطلق من تلك النقطة. عقد صاحب الشركة اجتماعا مع مستشاره للاتفاق على استراتيجية. مرحبا، كيف حالك ديفيد؟ أعتقد أن عليا سيتصل بنا بعد قليل. أكبر مشكلة هي أن السفينة تجيء وتروح من محاذاة الساحل الصومالي منذ ما يزيد على 2 أسبوع، ولذا يوشك وقودها على النفاذ. لهذا السبب لابد أن يكون أهم مطلب لدى الشركة هو أن يرسو القراصنة بالسفينة لإخراجها من مرفأ القراصنة. إذن من الضروري توضيح ذلك الأمر. نعم، عليهم أن يرسوا بالسفينة. نعم، ذلك شرط مطلوب. هذا شرط فعلي. إنه شرط فعلي، لأنه إذا صحت كمية الوقود التي يقول إنها موجودة في السفينة، وإذا لم ترسو الآن ولم نزودها بوقود الديزل لتشغيل المحركات مرة أخرى، فلن نستطيع تحريك السفينة من هناك، ومن ثم سيختلف الموقف ولن تكون ثمة جدوى من مواصلة المفاوضات. علينا أن نفعل ذلك الآن، وعلينا أن نقول لهم إنه لا بد من حل هذه المشكلة قبل الليلة القادمة. لا بد لنا من إبلاغهم بهذه الشروط. طلبت الشركة من ديفيد أن يدون دليلا للمفاوضات المقبلة، وأن يكون حازما معهم. نعم، من الواضح الآن أن كفتي الميزان متعادلتان تقريبا. نعم، فلنفعل ذلك. شكرا. حسنا، طاب مساؤك. فلنفكر في خط السير.
نشعر بأنهم لا يعرفوننا بكمية الوقود المتبقية. لا يمكننا أن ننقل وقودا ثقيلا إلى هناك، بل قد يقولون إذن سنحرق الديزل في المحركات، وليس من اليسير نقل 30 إلى 40 طنا من الديزل. ها هو يتصل. مرحبا يا علي، كيف حالك؟ ثمة شيء مهم جدا أريد أن أقوله الآن يا علي، وإلا فسنضيع وقتنا. عليكم أن ترسوا السفينة وتحافظوا على وقودها، لأنكم إذا أحرقتم كل الوقود فسيختلف الموقف، لن يكون بيننا تفاوض. ألو؟ انقطع الاتصال، ثم عاود علي الاتصال. قدمت شركة بيرغليستر مطلبا آخر: يجب إنزال الفدية بمظلة من الجو. هل توافقون؟ هل تستطيع تأكيد ذلك؟ إذن ما تقوله الآن هو إنني أريد تأكيد أن جميع أفراد الطاقم بخير، لأننا لن نقبل بأقل من ذلك يا علي. يتوجه المستشار ديفيد إلى مكتب الشركة. عليهم معا أن يستعدوا للتفاوض مع علي. خطر نفاذ الوقود لا يزال مسألة مهمة. أعتقد أن بإمكاننا اللعب على غروره بهذا الصدد. أنا رجل أعمال وأنت كذلك. بالضبط، سيدرك ذلك، وستجتمعان شخصا لشخص. نستطيع طبعا أن نشكركم لإثبات أن الطاقم بخير، وعلى تأكيد وصول الفدية بمظلة. ونتيجة لذلك أعتقد أننا سننجز المهمة بحلول نهاية هذا الأسبوع، إذا ما ثاب القراصنة إلى رشدهم. ومن ثم أستطيع أن أنتقل إلى الشيء الذي جعلنا ندور في حلقة مفرطة. إذن فالموقف هو نوع من الترغيب والترهيب. نعم أو بالعكس، أي الترهيب والترغيب. سأرسل لك بالإيميل 4 نقاط رئيسية أو 5. سأفعل ذلك خلال الدقائق 10 القادمة. اسمع يا علي، أشكرك على الترتيب للمكالمة لطاقم السفينة، أقدر لك ذلك كثيرا. لقد سرني أنهم بخير على ما يبدو. لقد تابعت المراسلات التي جرت على مدى الأسابيع 8 الماضية. أفترض أنك رجل شريف وذكي. سأقدر كثيرا إذا استطعنا أنت وأنا أن نناقش هذه القضية على هذا المستوى، أن نقدر ذكاء بعضنا بعضا، ونسعى إلى التوصل إلى نتيجة في هذا الصدد. قد نتمكن من إيجاد حل مقبول لدى الطرفين. بالنسبة للوقود، قلت لك نعم، هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه ما لم تتمكن السفينة من الإبحار إلى ميناء آمن فلن تكون لها قيمة، وقد ننتظر هنا 3 أشهر قبل أن يدرك الجميع أنني أقول لك الحقيقة في هذا الصدد. إذن هل سنضيع وقت بعضنا بعضا في هذا المجال، أم أننا سنتصرف بجد وننتهي من هذه المسألة؟ تأمل الشركة أن يكون القراصنة على استعداد للتوصل إلى اتفاق. عليه أن يتأكد من أن المبلغ متوفر لدى الشركة. اسمع، هل تستطيع أن تسألهم إن كان بإمكانهم أن يدبروا 1.5 مليون دولار نقدا الآن؟ هل هذا ممكن؟ إذا كان ذلك ممكنا فتأكد من حدوثه. هذا أسهل، لأنه سيكون بمقدور جاري أن يذهب إلى هناك ومعه المال، وهذه الطريقة أقل الطرق تكلفة بالتأكيد. لكن القراصنة يفعلون شيئا غير متوقع. لقد أرغموا القبطان نوشكين على الاتصال بشركة بيرغليستر. ألو، مرحبا. العرض الذي نقله ستيفن كان 2,000,000، وذلك يعني أن القراصنة لن يقبلوا بأقل من 2,000,000. يريدون 2,000,000 جاهزين يرسلان بالفاكس اليوم وليس يوم السبت. أرجوك وأرجوك أيضا ألا تخالف الاتفاق. لا تخالف الاتفاق،
وإلا فسيتعرض كل من على ظهر السفينة للخطر. ندرك ذلك أيها القبطان، أدرك ذلك تماما، ولكن اسمع أيها القبطان، أرجوك أن تبلغ عليا. انتظر لحظة من فضلك. نعم أكمل. هل لي أن أتحدث إلى علي؟ هلو، مرحبا علي. أنت علي؟ لا أنا القبطان. أرجو أن تصلني بعلي. لا يستطيع التحدث إليك. لن أتحدث إلا إلى علي أيها القبطان، لأنه يحاول الآن أن يمارس ضغطا نفسيا. لن أقبل ذلك. يمكنه إذن أن يتحدث إلى ستيفن. لديه فرصة وحيدة كي يتحدث إلي، وإلا فسنقطع أي اتصال آخر معي. بلغه ذلك. حاضر. في هذه الحالة أعتقد أنك لا تعترض على ممارسة ضغط نفساني علي وعلى أفراد الطاقم. هذا صحيح بالضبط. بالنسبة لك وليس بالنسبة لي. أنا آسف كابتن، عليك أن تبلغ عليا بأني لن أتحدث إليكم بعد الآن كوسيط. هذا ليس في صالحكم، لن يجدي نفعا. إذا أراد علي أن يتفاوض فبإمكانه أن يتحدث إلي مباشرة، وإلا فسأفصل خط التليفون. عندئذ سيكون بإمكانه أن يتصل بستيفن. انقطع الاتصال. لن أقبل هذا الهراء. لن يؤدي إلى شيء، لأن كل ما سيفعله القبطان هو أن يردد هذه العبارات الجوفاء التي صدرت عن علي. اتخاذ الخطوة التالية يقع فعلا على عاتق علي. لقد وضع نفسه في ذلك الموقف، ووضعنا جميعا في هذا الموقف، والآن عليه أن يخرجنا منه. بعد دقيقة بالضبط اتصل علي. أنا علي. مرحبا علي. دعني يا علي أوضح لك موقفي. اتصلت يوم الجمعة وقلت إنك تريد محادثات ذات مغزى. لا تردد على مسامعي هذا الهراء مرة أخرى. لا أحد يردد على مسامعك هراء. لن أقبل ذلك. أنت تستسخفني عندما تقول لي ذلك. لا أحد يخدعك. دعني أكرر لك أنني لا أعرف من أين جاء مبلغ ال2,000,000. لم يصدر عني ولا عن أي من أعضاء مجلس الإدارة لدي. ليست لدينا تلك الصلاحية. هذه مسألة لا نزال نريد البت فيها. إذا كان من المفيد لك أن نزودك برقم فسنفعل. نحن على استعداد لأن نرسل لك فاكسا ينص على استعدادنا لأن نعرض عليك 1,200,000 كي تبرهن لهم على حدوث تقدم، لكنني لن أفعل ذلك إلا إذا رأيت فيه جدوى. سأتحدث إليهم. اتفقنا. سأتحدث إليهم. اتفقنا يا علي. شكرا يا علي. لا بد من السرعة والحزم. أحتاج إلى ما أشعر بالتوتر. بعد يومين رسى القراصنة بالسفينة. المهم هو ما إذا بقي في السفينة وقود كاف. مر على القبطان والطاقم وقتئذ شهران وهم رهن الاحتجاز، وبدا الموقف باعثا على اليأس. أصبح أفراد الطاقم كالحيوانات. لم يعد لدينا طعام، وأصبح الموقف صعبا وخطيرا، وأوشك الذعر على أن يدب بين أفراد الطاقم. وقد دخلنا في الشهر الثالث، وهذه مدة طويلة. حتى القراصنة أصبحوا يشعرون بتعرضهم لضغط، وقد اختلفوا فيما بينهم حول المبلغ الذي يمكن أن يتنازلوا بمطالبهم إليه. في إحدى الليالي أمضيت 7 أو 8 ساعات وأنا جالس مع القراصنة، وقد سمعت 2 منهم يقولان:
لما لا نأخذ 1,200,000 ونخرج من هذا المأزق؟ وقال بعضهم الآخر لا، لن نقبل إلا ب1,500,000. لكنهم اتفقوا أخيرا على القبول بما بين 1,500,000 و2,000,000. قرر غالبية القراصنة خفض مطالبهم إلى $2,000,000 أولا، ثم إلى 1,900,000 بعد ذلك. وكان بير يعرض طيلة الوقت 1,500,000 من مكان وجوده في البرازيل. أعتقد أننا اقتربنا من الاتفاق اليوم. لابد أن أقول إنني متفائل. حدث ما توقعناه. الخطة جاهزة وجميع الترتيبات أيضا جاهزة، وكل ما علينا أن نفعله هو أن نضغط مفتاح الانطلاق. في نهاية اليوم وصلت الرسالة من القراصنة. يؤسفني أنه لم تحدث تسوية. لقد تحدث جيلستيرب إلى علي إنهم مصرون على 1,900,000 وهما لم يقبله بير. يؤسفني أن أقول إن الأزمة لم تنفرج حتى الآن. لا نزال نحتاج إلى محادثتين. ماذا تعلمت إذن من تجربتك عن الزمن الذي تحتاجه لكي تصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات؟ علمتني التجربة أنهم عنيدون في هذه المرحلة. سأطلعك على الموقف. إذا كانت لديك متطلبات فابعث لي بفاكس عن ذلك. سأفعل. سأنتظر سماع خبر ما بفارغ الصبر. في وقت لاحق من الأمسية ذاتها وصل بير غليسترب عائدا من البرازيل. أنا متعب، لكن أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح. توشك الأزمة على الانفراج. قلت للمفاوض هناك أننا إن لم نتوصل إلى اتفاق فلا يمكنني أن أستمر. آمل أن يكون لهذا أثر يكفي لأن نتوصل إلى اتفاق، لكننا لا نعرف لأن الأزمة مستمرة منذ ما قبل شهرين. قال بير غليسترب للقراصنة وهو في الطائرة إن الطقس سيء في الطريق إلى المنطقة التي ترسو فيها السفينة CAC فيوتشر. لهذا السبب لابد من تأجيل إنزال الفدية من الجو مدة لا تقل عن أسبوع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فورا. لقد راجع الأحوال الجوية بطريقة ما، فوجد أنه سيكون من الصعب جدا على الطائرات أن تسقط الفدية، وإذا لم يحدث ذلك هذه الليلة أو غدا، أو إن لم يحدث غدا أو بعد غد، فسيكون الموقف صعبا جدا. وأعتقد أن اليوم كان الثلاثاء، وأنه كان من المتوقع أن يتغير الطقس يوم الخميس. اتصل بير هاتفيا بعلي كي يمارس مزيدا من الضغط. كما يقول الأمريكيون، أعتقد أن الوقت قد حان لترجمة الأقوال إلى أفعال. أعرف سأحترس. آمل أن أحقق تقدما كبيرا مفاجئا الليلة. نعم، لأننا في وضع دقيق. من المهم أيضا يا علي أن أكرر ما قلته لك اليوم، هو أننا مستعدون لأن نخطو خطوة ما، لكن لا يمكننا أن نتجاوز وضع السوق الحالية. لكي نتخذ تلك الخطوة نحتاج إلى تأكيد على استعداد القراصنة لإنهاء هذه المسألة. فضلا عن ذلك فإن أي خطوة من جانبنا لابد أن تكون مشروطة بإنجاز عملية إنزال الفدية يوم الأربعاء. أما إذا لم يتحقق ذلك يوم الأربعاء فقد لا نستطيع إنزال الفدية إلا بعد أسبوع، وذلك يعني سنتخذ موقفا ونقول إننا سنسحب العرض ونبدأ المفاوضات من نقطة الصفر مرة أخرى. أعتقد أنهم يستعدون لتسوية هذه المسألة صباح الأربعاء. نعم، أعني أن عليهم أن يستيقظوا ويشموا القهوة هنا. نعم، سأترك الأمر لك يا علي. أرجو أن تنجز هذه الخطوة السحرية. مع السلامة.
خطوة خطوة. بعد 5 ساعات اتصل علي. علي، أخيرا القراصنة مستعدون لإتمام الصفقة. توافقون على 1,700,000؟ نعم. وعلى أساس إنزال الفدية يوم الأربعاء؟ نعم. على أن يكون في السفينة وقود يكفي؟ نعم. هل ستؤكدون ذلك أم نحن الذين سنؤكده؟ ما عليكم إلا إرسال فاكس بمبلغ 1,700,000 وسنؤكد لكم ذلك من جانبنا. لا نريد أي كلام فارغ صباح الغد، أليس كذلك؟ لا 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 لا. إذا حدث لغو لن تتم الصفقة، لن أتراجع صباح الغد. لا مشكلة، اتفقنا. إما أن نتم الصفقة وإما أن لا نتمها. لا مشكلة، اتفقنا. اتفقنا يا علي، شكرا جزيلا. فلنطوي هذه الصفحة، سأتحدث إليك غدا. مع السلامة. صباح الخير جيري. Happy days, oh happy days, yeah. صباح الخير للجميع. Happy. Well, hey, come on guys. صباح الخير. صباح الخير، تهانينا. نأمل أن تشملنا التهاني جميعا. Good work, man. Thank you. We'll see you later. Yes, sir. ومجرد تلخيص مقتضب جدا، لابد أن نتسلم المبلغ ولابد من أن يرسل المبلغ إلى المطار. لدينا خطة لذلك سنتبعها. يكفينا حاليا مسدس جلوك 9 ملم. الرجل الموجود في الجانب الأيمن اسمه غاريك سكولد موسى، وهو المسؤول الأمني لدى الشركة. كان في السابق يعمل لدى قوات الصاعقة البريطانية. مهمته التحقق من تسليم الفدية إلى القراصنة. كيلبر، لقد لاحظت القميص. أولا يسرني أن أفراد الطاقم سيتمكنون من الرحيل عن هذا الجحيم الذي مكثوا فيه 2 شهرين. هذا أهم من أي شيء آخر. أنا مرتاح لانتهاء هذه الأزمة. لا يعقل أننا مررنا بهذه التجربة. هذا الوضع غير مقبول البتة، غير مقبول البتة. كيف حال أفراد الفريق أيها القبطان؟ يطيرون فرحا؟ هذا أمر طيب. نعم، هذا أمر طيب. ونحن أيضا نطير فرحا في المكتب أيها القبطان، أؤكد لك ذلك. أنا كلاوس، هل كل شيء واضح؟ نحن خارجون. آسف. يتصل بير بدائرة الاتصالات في شركة الملاحة، يريد أن تكتب رسالة إلى أفراد الطاقم. أريد أن أرسل رسالة مؤكدة إلى أفراد الطاقم بأننا نرحب بعودتهم إلى الحرية، شيء من هذا القبيل. أما بالنسبة للاعتذار عن المدة التي استغرقتها هذه الأزمة، فأريد عبارات معبرة وليس مجرد كلام فارغ. لا يبدو المبلغ كبيرا، أليس كذلك؟ شعرت بخيبة أمل بعض الشيء عندما وضعناه في الكيس. إنه مبلغ كبير. أعتقد أنه يمكنك أن تقول ذلك. لا أشعر أننا انتصرنا، أصدقك القول. أشعر أني سرقت، لكن أعتقد أن ذلك أمر مألوف. على أي حال، وهذه 10,000 دولار. يا للخسارة. ذلك هو الشيء الناتئ من الجانب.
ها هو، هذا كل شيء. غاري سكيولت موسى متوجه إلى جيبوتي. لا بد من إعادة ترتيب المبلغ هنا ووضعه في اسطوانة حمراء قطرها متران تربط أسفل الطائرة. يجب إعادة تعبئة النقود دون علم السلطات، لأن إدخال مبلغ نقدي ضخم إلى البلاد قد يكون مخالفا للقانون. يا من أنتم على السفينة فيوتشر، هل تستطيعون تأكيد وجود أفراد الطاقم على ظهر السفينة؟ قبل إسقاط النقود على القراصنة أن يحضروا جميع أفراد الطاقم على ظهر السفينة كدليل على أن الجميع على قيد الحياة. هذا يسمى إثبات الحياة. نؤكد إثبات الحياة، سنسقط المال. حسنا، شكرا جزيلا، أقدر ذلك. مع السلامة. نعم، مع السلامة. نؤكد إثبات الحياة. نتأهب لإنزال المبلغ. يا من على السفينة فيوتشر، نحن الطائرة فايكنج، سنبدأ إنزال المال بعد 1:30 ثانية. حول. وداعا أيها المال. 5 4 3 2 1. أسقط. لقد ذهبوا وتموضعوا. أطلق المظلة. أطلقت المظلة. موجودون عليها؟ جيد جدا. أنزلنا المظلة بنجاح. أخذ القراصنة الحاوية واتجهوا نحو السفينة CEC فيوتشر. حسنا، ولكن أكد لي إنزال المبلغ واستلام القراصنة له الآن. هل تؤكد ذلك؟ نعم، الأسطوانة مع القراصنة، إنهم يحملونها في سفينة. نراهم يصعدون إلى السفينة فيوتشر. حسنا، شكرا جزيلا، مفهوم تماما. تلت ذلك بلبلة على ظهر السفينة لأن ثمة مصلحة لكثير من الأشخاص في خطفها، ولأن الطاقم يخشى من أن يخدع. كان الجو متوترا، وكان كل واحد يراقب الآخر. نزلت إلى الطوابق السفلى من السفينة، فوجدت آثار طلقات نارية كثيرة. تقاسم الفدية يستغرق من القراصنة قرابة يومين، وأخيرا وبعد 71 يوما انتهى الكابوس بالنسبة للرهائن 13. جازف أحد البحارة بتصوير آخر من غادر السفينة من القراصنة. 4:00 اتصلنا بالسفينة قبل نصف ساعة، حيث تلقينا رسالة من علي تفيد بأنهم سيغادرون السفينة بعد نصف ساعة، أي الآن تقريبا. سيغادرون السفينة في مجموعتين. عندما يصلون إلى الشاطئ سيوقدون نارا كإشارة، وعندما يحدث ذلك فإنه يعني أن بإمكان القبطان أن يتصل بنا. إذن ننتظر الآن ونأمل أن يتصل بنا ويبلغنا بأن السفينة قد أفرج عنها. هذه الصور التقطت بعيد نزول القراصنة من السفينة. هذا رائع يا قبطان، شكرا جزيلا على ذلك، أنا مسرور. إنه أفضل صباح منذ وقت بعيد يا قبطان. حسنا، سنتحدث إليكم لاحقا. شكرا يا قبطان، سنتحدث إليكم لاحقا. نعم، مع السلامة. هذا عظيم يا رجل، لقد أقلعنا أخيرا.
لم نشعر بالحرية إلا عندما رأينا أمامنا سفينة حربية روسية. في تلك اللحظة فقط بدأنا نشعر بارتياح، ومن الآن نحن أحرار وسالمون حقا. إذا تذكرت عندما كنت طفلا، ماذا فكرت بالنسبة؟ هل فكرت بمجرد الطيران والطلوع إلى فوق؟ كان على ظهر السفينة 13. إنه الشعور ذاته. كان السرور هو الشعور السائد طيلة الوقت. شكرا ديفيد، شكرا ستيفن، شكرا للجميع. يمكن للقبطان نوشكين الآن أن يتصل بزوجته ويبلغها أن الخطر زال وأنهم عائدون إلى بلدانهم. ما شعورك وأنت تتحدث إليها؟ لا أود الإجابة. لماذا؟ الحياة، المصائب، العزلة، الإهمال، الفقر. ساحات معارك لها أبطالها، أبطال مجهولون. هم أحيانا أعظم من الأبطال المشهورين.